السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على الحبيب. غادي نتكلموا اليوم ان شاء الله على اخر المستجدات واخر ما كاين في التحقيق ديال الشاب انور اللي لقاوه مذبوح في البيت ديالو. فكما كتعرفوا بان المحامين كانوا دايرين اضراب، داكشي علاش تاخر التحقيق في هذه القضيه. قاضي التحقيق ما اقتنعش بالكلام ديال او التصريحات ديال الفتاة، لان كل مره كتقول هضره، زائد ان المحامي ديالها جاب بانها مريضه نفسانيا. كما ان الاقوال ديالها متضاربه. كيصرح ابن خالة الشاب انور اللي هو اللي متابع القضيه بنفسه شخصيا بان القاضي باقي ما صرح بحتى شي حاجه، وباقى القضيه في المحكمه، باقى ما تنقلش الملف الى محكمه الجنايات، ومادام باقى ما دارش تمثيل الجريمه فالقضيه باقى متاخره، وباقى كما قلت لكم ان القاضي ما اقتنعش بالاقوال وباقي مازال التحقيقات جاريه. هذا ما صرح به مؤخرا ابن خالة انور. كما ان في اخر جلسه تلاقات الام ديال انور الله يرحمه مع الفتاه، وتصابت بواحد الاغماء اللي ادى شلل اليد ديالها، لكن الحمد لله ملي رجعوها للبيت رجعت كتحس بالايد ديالها، ومسكينه يعني مريضه، يعني دائما بكاء بكاء وكتنتظر يعني تاخذ حق ولدها. فلدرجة أن الابن الصغير ديال كما متصرحين في وسائل التواصل الاجتماعي أن الابن الصغير اللي عنده الأخ ديال أنور اللي عنده 6 سنين كتبقى فيه ماما وكيقول لها كون عا سميتيني بدلتي لي الاسم ورديتيني أنور باش ترتاحي. يعني مسكين عايش المعاناة ديال الأم ديالو وهو كطفل. ف يعني البراءة اشنو قالت لي، يعني البراءة ديالو شنو اللي خلاه العقل ديالو يقول. فالله يحسن عوان الام ديالو، الله يحسن عائلته، الله يحسن الاب عوان الاب ديالو. يعني مساكن ما بانوش في الاعلام نهائيا، وهذا يعني كيبين بان قمه المعاناه كيعانيوها. فابن خالته هو اللي متبع دابا القضيه، وكنتمناو ان التحقيق ياخذ المجرى ديالو الصحيح. والمهم السيده باقا اولا الفتاه باقا متشبته بالراي انه بغى يغتصبها. كنقول الله اعلم شنو هي اللي كتعرف، لان هي اللي باقا حيه كتعرف شنو دار. وكما ان الشهود ولا الاصدقاء ولا العائله ديال انور كيقولوا بان البنيه الجسديه ديال انور ما يمكنش وحده فتاه قاصر انها تقدر تذبحو. كاين هناك اللي ساعدها، هادشي اللي باغيين يعرفوا شكون هذا يساعدها. كما ان اخر الاخبار ان حتى واحد من عائلته اللي في ايطاليا او في شي دوله اوروبيه ما تواصل مع المحامي او جا عند المحامي او جات حتى لجلسه المحكمه، حتى واحد من عائلته ما نزل معها للمحكمه. فكاين غير داك خالها اللي كلشي شاك بانه هو اللي يقدر يكون عاونها، والله اعلم. المهم القضيه راه باقا ما تحولاتش لمحكمه الجنايات باش دوز يكون تمثيل للجريمه. باقا السيده ما اعترفتش بالحقيقه الكامله، وهذا الشيء اللي كنتظروا في الايام القادمه. وإنا لله وإنا اليه راجعون.